انا بقى هقول لك فايده ان انت تحط معلقه خل تفاح على كوبايه ميه وتاخدها قبل كل وجبه. ايه، ما بتحبش طعمه؟ في منه القراص. اول حاجه بتعملها الكوبايه دي او القرص ده قبل الوجبات هيساعدك في خفض مستويات السكر في الدم، بيحسن استجابه جسمك للانسولين اللي هي مشكله اغلب الناس دلوقتي، مقاومه الانسولين. بيحسن افراز العصارات الهضميه ويدعم نمو البكتيريا النافعه اللي هي برضو تاني اكبر مشكله بيواجهها الاغلبيه دلوقتي، ان البكتيريا النافعه قليله. هيساعدك تخس. والله. طب ازاي؟ تاثيره على مستويات سكر الدم بيخلي الكريفنجز عندك اقل، شهيتك اقل، وبالتالي تخس اسرع. هيقلل لك الكوليسترول والضغط، مضاد للبكتيريا وللفطريات، لدرجه ان هم بيستخدموه عشان يعالجوا الفطريات بتاعه القدم. بيحطوا منه ربع كوبايه على حاجه مليانه ميه وتنقع رجلك فيها، وكمان بيستخدموه في علاج قشره الشعر. كمان بيقلل الالتهابات المزمنه. طب الناس ما كانتش بتاخده ليه؟ الناس ما كانتش بتاخده لانه طعمه مش الطف حاجه. مالكش حجه، عندك حل تقدر تاخده، اقراص. عندك التهاب في المعده او قرحه في المعده، ما تاخدش خل التفاح. اخر حاجه مهمه يا جماعه، ان انا لو انت هتجيبه اقراص فهو موجود في الصيدليات، اما لو انت هتجيبه بالسائل فمحتاج تاخد بالك من كام حاجه. اولا، معكر كده مش صافي، وفيها قطع صغيره بتمشي كده في كوبايه في الازازه. والحاجه التانية انه لازم يكون مكتوب عليه اورجانيك رو، علشان تتاكد ان هو خل تفاح عضوي فعال ليه تاثير على جسمك.